مركز المعارض محمد السادس بالجديدة ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حيث كان في مقدمة مستقبله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس، حيث استعرض سموه تشكيلة من قوات الحرس الملكي التي أدت لسموه التحية الرسمية. كابتن حكيم الحوزي، الله يبارك في عمر سيدي. قبل أن يتقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والي جهة الدار البيضاء سطات، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عامل إقليم الجديدة، رئيسة جماعة الحوزية، وأعضاء المكتب الإداري لجمعية معرض الفرس. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز 4 نجوم بعلو حواجز يصل إلى 1.55 متر ومشاركة ثلة من كبار الفرسان العالميين والمغاربة. الجولة الحاسمة ضمت 12 فارسا هم الأقوى والأسرع عبروا في تصفيات المرحلة الأولى. هنا التوقيت الزمني يصبح أقصر وزوايا الحواجز أكثر حدة والمطاف بصعوبة أكبر. الفرسان الأكثر تركيزا كان المغربي الغالي بوقاع والذي حقق توقيتا جيدا 42 ثانية و79 جزءا من الثانية مع 4 نقاط كجزاء. بينما الإيرلندي تيم برينان لم يكن الأسرع، حيث أنهى المطاف في ظرف 54 ثانية و67 جزءا من الثانية، لكن نقاط الجزاء كانت أقل ب1 نقطة عن الغالي بوقاع، 3 نقاط كانت كجزاء. تيم برينان رفقة دياديما ديلا كاتشيا ينال لقب الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز 4 نجوم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مراسم توزيع الجوائز على الفرسان ال5 المحتلين للمراكز الأولى. التتويج كان حليف الفارس الإيرلندي تيم برينان رفقة الفرس دياديما ديلا كاتشيا. المغربي الغالي بوقاع قدم أداء قويا واكتفى بالوصافة رفقة الفرس إي كيس. مودا زيادة من مصر حل في المركز الثالث، والبرتغالي مولي هوكس برافو رابعا، فيما الهولندي مانز تيغسون حاز المركز الخامس. هذه كانت ثالث المحطات الختامية للدوري الملكي للقفز على الحواجز بعد كل من مرحلتي تطوان والرباط، فيما كانت هذه المحطة بمثابة إسدال ستار للدورة 16 لمعرض الفرس بالجديدة، والتي امتدت على مدى أسبوع تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هي لحظة تألق واحتفاء بالفرس من خلال الدوري الملكي للقفز على الحواجز والمسابقة الأبرز ضمن ثالث المحطات، الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز، حيث تألق 44 فارسا في هذه البطولة التي تبقى موعدا للفرسان المغاربة والأجانب لتقديم أقوى العروض أمام حكام ومراقبين من المغرب والاتحاد الدولي، حيث لا يخلف التنظيم الجيد والمطاف المحترف الموعد مع المتبارين. وبعد انتهاء الجائزة الكبرى غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.